أهلا بيكم. إيه أكتر حاجة بتشدك إنك تقرأ رواية؟ الحقيقة بالنسبة لي أكتر حاجة بتشدني هي العنوان. وروايتنا النهاردة من روايات لا تنسى، عنوانها مثير جدا. خلينا نشوف. أنا علا الفولي، مدربة فن كتابة الروايات والقصص. روايتنا النهاردة رواية لسعود السنوسي من 3 أجزاء، اسمها أسفار مدينة الطين. الحقيقة الغريب في العنوان ده إن كلمة أسفار ليها يعني وقع فخم كده، وقع عظيم، حاجة كأنها أو مش كأنها، هي بتستخدم للنصوص الدينية والتوراة مثلا. يعني بنقول سفر التكوين، سفر الخروج كده، يعني الأسفار اللي هي ليها علاقة بالنصوص التوراتية. طب إزاي تبقى أسفار ومدينة الطين؟ يعني المدينة بنقول عليها حكايات، أساطير، يوميات حتى، يعني كلام من هذا القبيل. لكن أسفار كان عنوان غريب جدا، والأغرب إن اللي على يعني الاسم كبير، ما هوش يعني اسم كاتب كبير. الحقيقة ده أكتر حاجة شدتني في الرواية. لكن لما بدأت أقراها لقيتها يعني فعلا أول حاجة مشوقة جدا جدا. بتخليك دايما يعني عايز تعرف العالم ده إيه، وأنا بطبيعتي بحب التراث العربي، فكان نفسي أقرأ عن التراث الكويتي. فكانت الحقيقة رواية جميلة جدا، أنا قريتها على تطبيق أبجد. ولو هنتكلم عن الرواية يعني فيها حاجات غريبة أكتر من العنوان كتير. فيها بيئات كتير، والبيئة هنا مش المكان بس، البيئة يعني المكان والشخصيات والعادات أو الأحوال المشتركة ما بين الشخصيات، وساعات بيبقى العمل. الرواية فيها بيئة الرجال وبيئة أو عالم الرجال وعالم النساء، لأنها مش بيئة، هي عالم. دائما الرجال بيكونوا في بيئات، مثلا الصيادين اللي هم بيصطادوا اللؤلؤ، الغواصين، مش الصيادين، الغواصين اللي بيصطادوا اللؤلؤ. وده المصدر الرئيسي للكسب في مدينة الطين. في حاجة مهمة جدا قبل ما نتكلم عن الحكاية دي، إن الرواية بتنقسم لزمنين، زمنين 2 بس، 1920 و 1990. 1920 ده هو اللي أنا بتكلم عليه، إن في المنسى، في ده كل ده بيئات. في البيئة اللي هي بيئة الساجات، يا رب أكون نطقتها صح. الساجات دي حاجة مهمة، وأنا هشرح معناها علشان يكون واضح. في بيئة قلنا المنسى، وفي الإخوان، وفي المحاربين. الإخوان ما لهمش علاقة، يعني مش عارفة بالظبط المقصود بيهم الإخوان المسلمين ولا حد تاني، لكن هم ناس بيهاجموا المدينة، وفيها حرب، وفيها حاجات، مشاهد الحرب ممتازة تحفة يعني. فالرواية الحقيقة مشوقة جدا. غريبة جدا موضوع الانتقال في الرواية بالتحديد ما بين الأزمان. مش لقينا الانتقال ما بين الزمن عبر الزمن يعني حاجة مختلفة أو حاجة جديدة، لكن الطريقة اللي سعود السنوسي كاتب بيها الانتقال من سنة 20 لسنة 90 هي اللي غريبة جدا جدا. بس في نفس الوقت ما هياش بتبقى يعني هي مدهشة، لكن مش مدية عدم منطقية بالنسبة للقارئ. أنا شخصيا كنت مستمتعة جدا بالحاجات اللي هي في سنة 20، وبعد كده لما راحوا سنة 90 ورجعوا
المروح والمجي دي كأنهم رايحين في رحلة، ما حسيتش بغربة أو غرابة للموضوع، رغم إنه طبعا غريب جدا، لكن كانت في سياق الأحداث منطقية. خلينا نرجع مثلا نتكلم عن الشخصيات الأول وبعدين نرجع للسجاد، لأن السجاد دول شخصيات مهمة جدا. فالشخصيات مكتوبة بحرفية عالية جدا جدا جدا. في ما نقدرش نقول ان الثلاث اجزاء ليهم بطل واحد، لا، لكن في مجموعة ابطال. نقدر نقول ان سليمان هو البطل، يعني ممكن نتكلم ان هو بطل القصة، لكن او هو مكمل في النهاية يعني كبطل، لكن هو في شخصيات رئيسية كتير. من ضمنها طبعا السجاد دول حاجة زي المعالج الشعبي أو كودية الزار، هما ستات يعني. في حاجة بيعالجوا بالسحر، يعني بيعالجوا بالقرآن، بيعالجوا عندهم شيء كتير من الدجل وشيء من السحر وحاجات كده، يعني موجودين أكيد في كل الدول العربية يعني. أشبههم اللي هم يعني حاجة، طبعا أغلب زباينهم ستات أو كل زباينهم ستات يعني. لأن الستات، عالم الستات يعني في مدينة الطين سنة 20 يعني مركز قوي على الانتظار، انتظار الغواصين لما يرجعوا، انتهاء موسم الصيد، الانتظار في الحرب، انتظار المسافرين، انتظار برضو في عالم القهوة. أنا نسيت بيئة القهوة دي، أنا نسيتها خالص بس هي موجودة. في حاجات كتير قوي مشوقة جدا في القصة، تخليك من أول لحظة مستغرب. الحقيقة أنا مش شايفة إن حياة الناس في مدينة الطين بتختلف خالص عن الحياة اللي إحنا نعرفها مثلا في القرى، خصوصا القرى النائية مثلا في سيوة، في سينا، في الصعيد، الحاجات اللي هي بعيدة شوية، وخصوصا قبل السوشيال ميديا. العلاقات ما بين الناس وبعض جميلة. بنلاقي شخصية رئيسية جميلة قوي اسمها سعدون. ده شخص مفروض ان هو اهله غضبانين عليه عشان هو شارب للخمر وبيقعد يشرب خمرة في المنسى، المنسى ده مكان هو مسميه كده وعايش فيه. في شخصية كمان سرية جدا، اللي هي خليفة وبس، ودي مكملة في الثلاث أجزاء. في بقى حاجة جميلة جدا اللي هي القطط ليها حضور قوي جدا. المراكب، الشخصية الرئيسية في الجزء الأول ممكن كواحدة ممكن نقول إنها أم حدب، أو جاية من حدب، يعني هي عندها حدب في ظهرها، يعني ظهرها محدب يعني. وفي أم سنقر أو أم سنقر، دي الساجة التانية. في الشخصية التانية بتظهر اللي هي بتبقى خليفة الساجة أم حدب دي. وفي بعدها الجزء الثالث بيبقى كاتب الأسفار، وكاتب الأسفار ده إحنا طول الوقت مش عارفين مين. ودي حاجة بتبقى غريبة جدا، لكن بعد شوية بيتضح، بعد أدق في الآخر طبعا في النهاية بيتضح مين كاتب الأسفار. وده في حد ذاته ان وجود كاتب الاسفار ده شيء غريب، لان المفروض ان يعني كلمه سفر نص ديني، فيعني فغريبه شويه، لكن هي منطقيه جدا في الاحداث يعني.
في من الشخصيات الدكتورة، الدكتورة الأمريكية، ودي شخصية بيحصل لها تحول دراماتيكي جامد جدا من الأول للآخر. في العبيد لهم دور قوي، وخصوصا مبروكة الممرضة. دي كانت عابدة واتحررت، اشتغلت ممرضة في المستشفى الأمريكية. بنلاقي أحداث غريبة وأحداث مختلفة من ضمن كمان البيئات، بس دي مركزة أكتر في الجزء التاني اللي هو الجزيرة. الجزيرة دي بتبقى برضو ليها بيئة مختلفة شوية وشخصيات مختلفة. في البيت بتاع الدعارة، وده ما فيهوش يعني مش زي ما يعني ما هو مألوف مثلا انه هيجيب حكايات او قصص او حتى مشاهد فيها اي علاقة بالموضوع، بس هي في البيئة دي بتظهر في الجزء الثالث بشكل معين يعني. مش عايزة أحرقه، لأن أنا يعني الهدف من البرنامج أو من القناة اللي أنا عاملاها هو التشجيع على القراءة. قصة جميلة جدا، والحقيقة يعني قضيت معاها وقت في منتهى الروعة. عرفت فيها حاجات حلوة قوي عن الكويت. اللي عاش في الخليج، أنا صحيح ما عشتش في الكويت بس عشت في السعودية، هيشوف المدينة اللي هي الحديثة سنة 1990 نموذج حقيقي للمدينة الكويتية. الأحداث نفسها اللي بتحصل سواء في سنة 1990 أو 1920 غاية في الروعة. الحقيقة أنا فعلا برشحها بشدة، وأتمنى إن انتوا تتفرجوا، قصدي تقروا الرواية، وأتمنى إن انتوا تقروا الرواية وتستمتعوا بيها زي ما أنا استمتعت بيها. أقابلكم إن شاء الله في نقطة مهمة جدا أنا كنت هنسى أتكلم عليها. الحقيقة سعود السنوسي واخد حاجة بيستخدم في الرواية دي الحبكة المركبة، وأنا حابة أشير للموضوع ده لأنه موضوع دايما بتسأل عنه في الورش. الحبكة المركبة دي حبكة مش زي الحبكة البسيطة. الحبكة البسيطة مقدمة زمنية، يعني من ناحية الترتيب الزمني مقدمة وسط ونهاية. لا، الحبكة المركبة بتبدأ بحدث معين وبتبقى رايحة جاية في الزمن بشكل طبيعي. طبيعي لو اللي كاتبها كويس، بشكل ما يحسسش القارئ بان هو ايه اللي بيعمله ده. لا، بيحسس القارئ ان في حاجة عادية جدا. واحد بيفتكر حاجة مثلا يعني واحد بيفتكر حاجة قديمة وبيرجع لها بالذاكرة وبيشوف ناس تانية، وبعدين بيجي يحصل حاجة يرجع تاني للوقت اللي كان فيه وهكذا، أو إن هو يحصل حاجة بعد كده وبيروح للوقت ده بعد الحدث اللي بدأ بيه يعني، وبيروح للوقت ده وممكن يرجع في زمن تاني. فهي ملهاش علاقة، الحبكة المركبة بيبقى ملهاش علاقة بالتسلسل الزمني للأحداث ولا المكاني، لكن بيبقى ليها علاقة بإن الأحداث تكون مترابطة. الحبكة المركبة فيها الحدث هو البطل، هو اللي بيحرك الكاتب إن هو يتنقل بحرية في الأماكن والأزمنة ومع الشخصيات. ملهاش أي علاقة بالتسلسل المنطق يعني. لا، هي تسلسل منطقي لكن ملهاش علاقة بالتسلسل الزمني أو المكاني. ودي بتبقى روعة، بتبين روعة أسلوب الكاتب. عشان كده أنا حابة أشيد جدا جدا بالحبكة.
حبكة رائعة. بالنسبة بقى للنهاية، النهاية كانت مفاجأة بالنسبة لي. لكن الحقيقة كنت أتمنى إنها تطول شوية، بس وخصوصا إن أنا كنت عايزة مثلا أعرف مبروكة حصل لها إيه، العباية حصل فيها إيه. هو الفصل الأول كان اسمه سفر العباية، فده بالنسبة لي كنت عايزة أبقى عارفة حصل إيه. بس ده مش عيب، ده يعني أنا ده رأيي، بس ده ممكن، بس ده ما عملش دروب في الأحداث خالص، ما عملش صدمة يعني للقارئ إطلاقا. أنا كنت استمتعت جدا بالأحداث وبالشخصيات وبالعادات اللي حسيتها قريبة مننا قوي. وأشجع جدا 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 إن انتوا تقروها، وكنت أتمنى إنها تكسب في جايزة البوكر، لأنها فعلا رواية تستحق القراءة، رواية لا تنسى. مع تحياتي، علا الفولي.